بقول لك ايه، انا عايزك تحلي لي الواجب ده بس مش كله صح، عشان خاله بيشك فيا وبيقول لي ايه اللي في حد بيحل لك الواجب وكده. يعني اعمل ايه؟ احل الواجب غلط يا سيد زيزو؟ سيد ايه وبتاع ايه، انا اسمي زيزو بس. وبعدين بقى لا، مش عايزك تحل الواجب كله غلط، انا عايزك تحل لي اول 5 صح وبعد ال5 سؤال غلط. ايوه فهمتك يا زيزو من غير سيد، ولكن ده يعتبر غش، ومن غشنا فليس منا. واضح ان خالك عنده حق يا زيزو. غش ايه وبتاع ايه، انت هتعمل زي خاله. وبعدين انا اصلا ما لحقتش احل الواجب وان شاء الله الواجب اللي جاي هحله يعني ومش هغش. لازم تعتمد على نفسك في حل الواجب عشان تنجح. ما انا قلت لك الواجب اللي جاي. الو شات جي بي تي، الو الو الو. تلاقيه بيريح شوية أو نام أو بيطمن على عياله. انت هنا من امتى؟ من ساعة خالك راجل محترم ومن غشنا فليس منا. الحمد لله ما سمعش لما انا كنت بقول له اشرح لي الدرس احسن من خاله. أعرفكم بنفسي، أنا اسمي مستر غنيم، مدرس ثانوية عامة، وخلي الواد زيزو ده هتعرفوه وهتبقوا صحاب، وجاي أعلمكم إن أي درس بتتعلموه في المدرسة هو علم ينتفع به في الحياة كلها، مش مجرد كلمتين هنكتبهم في ورقة الامتحان والسلام. وأنا نويت عشان خاطركم وخاطر زيزو إن أثبت لكم ده بنفسي، بس يا ريت توعدوني إن أنتوا تسمعوا الحلقة دي مرتين، وعلى ما تسمع أول مرة خلي بابا أو ماما يطبع لك الملف اللي موجود في الديسكريبشن أو خانة الوصف، وزي الشاطر وأنت بتسمعني لتاني مرة وبتكتب ورايا الفراغات اللي موجودة بخط إيدك، هتلاقي نفسك حفظت وفهمت واتبسطت واتأكدت إن الدراسات الاجتماعية ليها لازمه. انت بتقول له يحل لك الواجب كله، امال انت لازمتك ايه؟ عادي يا خالو، ده كلها كام سنه والذكاء الاصطناعي هياخد مكاننا كلنا. وانا ما عنديش مكان للغشاشين حتى لو كان ابن اختي. حاضر يا خالو. احنا المره اللي فاتت اتكلمنا عن نمو وتوزيع السكان في قاره افريقيا، النهارده بقى هنتكلم عن خصائص السكان في قاره افريقيا، يعني كاننا هنمسك سكان القاره كده ونفصصهم حته حته، من اول انواعهم واعمارهم لغايه التركيب الاقتصادي والتركيب اللغوي لغايه الخصائص التعليميه والثقافيه والصحيه. اللهم صل على النبي، نهارنا ابيض شكلنا. عليه الصلاة والسلام. أيوة النهاردة ورانا ساعة أشغال شقة وعايزك تركز معايا. أول حاجة من حيث التركيب النوعي اللي هو نسبة الرجالة للستات، في كام راجل وكام ست في عدد سكان أفريقيا يعني. فالنسبة عندنا طبيعية جدا، لو بصيت للجدول اللي قدامك ده هتلاقي نسبة الإناث 50.1% والرجالة 49.9%، تقريبا 50-50 يعني، اللي هو تفاوت بسيط جدا. لكن الاختلاف بقى من بلد لبلد موضوع تاني خالص، في دول نسبة الإناث فيها أكتر بكتير من نسبة الرجالة. اشمعنى يعني؟ أصل الرجالة يا بتهاجر يا بتحارب. ايه ده؟ يعني ايه؟ أصل الزيادة دي ليها سببين، زي الهجرة، فالرجالة بتسافر أكتر من الستات علشان تشتغل، ده غير ارتفاع معدل الوفيات في الذكور عن الإناث، ليه؟ عشان هم اللي بيحاربوا وطبعا بيموت منهم عدد كبير، والأسباب دي ممكن تعمل فرق في النسبة من دولة لدولة. مع ان اللي فيه ستات كتيره بتحارب. فكك من اللي بيموتوك كل يوم في بابجي، أنا بتكلم على الحروب اللي بجد. على فكره انا شفت قبل كده ست بتضرب نار. كانت عجوزة كده شوية وشكلها غريب وبتتكلم صعيدي. ايوه هي دي. ده عمة أحمد مكي في مسلسل الكبير، مش حقيقي. التركيب العمري بقى بيتقسم ل3 فئات عاملين كده زي الهرم. أول فئة معانا وهي الأكبر وتمثل قاعدة الهرم، وهي صغار السن اللي هم من أول ما يتولدوا لحد سن 14 سنة. يعني انا من الفئه دي؟ يعني انت و40% من سكان القاره من فئه صغار السن، وده معناه ان قاره افريقيا تعتبر في المرحله الثانيه من نظريه التحول الديموغرافي. يعني ايه التحول الديموغرافي؟ يبقى اسال شات جي بي تي يا حبيبي وهو يقول لك. خلاص بقى يا خالو، والله ما هستخدمه في الغش تاني. وعد. وعد. يبقى اسال شات جي بي تي بجد المره دي، واعتبر ده كده ايه، واجب ريسيرش، وبقى تعالى قول لي انت فهمت منه ايه المره الجايه، وانتوا اللي يعرف فيكم ايه نظريه التحول الديموغرافي يكتبها لي في الكومنتات. المهم ان المرحله الثانيه دي من سماتها ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات، فتلاقي النسبه الاكبر من السكان هتبقى من فئه صغار السن اللي زيك كده يا استاذ. بس بيقولوا بقى ان المتوقع ان نسبه الاطفال دي هتقل على سنه 2050 ان شاء الله. اشمعنى يعني؟ على ما تكون برامج تنظيم الاسره ورعايه المراه جابت نتيجه، وساعتها بقى افريقيا تتنقل للمرحله الثالثه من نظريه التحول الديموغرافي اللي هيكون فيها معدلات المواليد منخفضه والوفيات كمان منخفضه. ان شاء الله على 2050 هبقى افهم النظريه دي. براحتك لسه معانا سنين كتير. تاني فئة معانا بقى في الهرم هي فئة سن العمل، من أول سن 15 لحد 64 سنة، ودول يعتبروا نص الهرم ونسبتهم أكتر من نص عدد سكان القارة. معنى كده إن قارة أفريقيا فيها قوة عاملة كبيرة تقدر تستخدمها في الاقتصاد. طب ازاي افريقيا عندها قوه عامله كبيره تستخدمها في الاقتصاد وبرضه قاره افريقيا فقيره؟
سؤال حلو قوي، لان للاسف فئه سن العمل في افريقيا بتقابل مشاكل كتير زي قله فرص العمل ومشاكل لها علاقه بالتعليم والصحه. خساره، يعني احنا عندنا كل الايدي العامله دي ومش عارفين نستخدمها. والله يا ابني، لو كان في فرص عدله كان زمان اقتصاد القاره احسن من اقتصاد المانيا. طب ايه بقى تالت فئه؟ تالت فئه دي اللي هي فئه كبار السن من اول 65 سنه كده وانت طالع لفوق، ودول يعتبروا طبعا قمه الهرم. كانت نسبة قليلة جدا زمان، بس بدأت تزيد بشكل مستمر لحد ما وصلت نسبتهم ل 3%، بس ده لسه أقل كتير من النسب العالمية اللي بتوصل دلوقتي ل 10%، وإن كنا برضو متوقعين إن النسبة بتاعة كبار السن ممكن تزيد على سنة 2050. عارف ليه متوقع إن النسبة دي تزيد؟ بسبب تحسين الرعاية الصحية. يا ابني أنت والله تمام أهو لوحدك، ولا تقول لي ذكاء اصطناعي ولا الكلام ده. أنا بس بخاف من الحسد، عشان كده ما بحبش أجاوب. أهو ده مش ذكاء اصطناعي، ده غباء طبيعي. تاني حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي التركيب الاقتصادي لقارة أفريقيا. يعني ايه التركيب الاقتصادي؟ يعني يا زيزو تصنيف الناس لنوع النشاط الاقتصادي اللي بيمارسوه، سواء ناس بتشتغل في الزراعة، ناس بتشتغل في الصناعة، ناس بتشتغل في التجارة وهكذا. عندك مثلا 50% من سكان أفريقيا بيشتغلوا في الزراعة. ايه القارة اللي كلها فلاحين دي؟ مالهم الفلاحين يالا؟ بيزرعوا مانجا في الصيف بس، مش عارف ايه الكسل بتاعهم ده. ملهاش علاقة بمحصول موسم صيف وشتاء وكده. ماشي يا زيزو، منهم لله فعلا. الصناعة مثلا بيشتغل فيها 13.6% من القوى العاملة في القارة. طب والباقي بيشتغلوا فين؟ باقي الأنشطة بقى اللي هي التجارة والخدمات التعليمية والصحية والخدمات السياحية والأمنية وكده، حوالي 36.4% من القوى العاملة في قارة أفريقيا كلها. طب لو واحد بيشتغل فود بلوجر، هيبقى انهي فئة من دول؟ لو فود بلوجر مش هيتحط في دول أصلا، دي مش شغلانة، أنت كده بتشتغل نفسك. في مشكلة كبيرة في أفريقيا بقى، وهي مشكلة عمالة الأطفال. طفل من كل 5 أطفال في أفريقيا بيشتغل، سواء في الزراعة أو في الصناعة أو حتى بيدخلوهم الجيش. ايه ده حرام كده، هما ليه بيعملوا كده؟ بسبب الفقر الشديد يا زيزو وانخفاض معدل التعليم، ده غير عدم الاستقرار السياسي. كل الحاجات دي بتخلي الناس يضطروا ان هم يشغلوا عيالهم. واكبر الدول عالميا وافريقيا من حيث عدد عمالة الاطفال دولة اريتريا والصومال والكونغو الديمقراطية. طب هي الدول الافريقية مش بتعمل حاجة عشان تمنع الموضوع ده؟ لا طبعا بيعملوا. الاتحاد الافريقي ومنظمات كتير بيحاولوا ان هم يحلوها من خلال ان هم يقروا الزاميه التعليم للاطفال، يعني الاب لازم يعلم اولاده والا دي تعتبر جريمه. ده غير برامج محو الاميه وبرامج التوعيه بمخاطر عمل الاطفال وتقديم خدمات الدعم للاطفال العاملين. كويس والله، لازم الاطفال يتعلموا ويلعبوا رياضة. مش كل الناس يقدروا يوفروا لاولادهم الحاجات دي يا زيزو، وناس كتير اصلا بتعتبر ان التعليم ده حاجه رفاهيه. المفروض نحمد ربنا ان البلد هنا موفره تعليم مجاني. هنتكلم دلوقتي عن التركيب اللغوي لقاره افريقيا. هو احنا ليه ممكن ندرس الحاجات دي؟ لان افريقيا فيها اكتر من 5 لغات يا زوز. مش كل الناس بتتكلم عربي ولا بيتكلموا انجليزي، مثلا في لغات تانية. طب هما ليه مش مجتمعين على لغة واحدة؟ بسبب الاحتلال. مثلا في دول كانت محتله من بريطانيا ودول كانت محتله من فرنسا ودول تانية جالها الفتح الاسلامي، فهو بيتكلموا عربي. زي شمال افريقيا مثلا بيتكلموا عربي بسبب هجرة القبائل العربية إليهم وانتشار الفتح الإسلامي. في كمان اللغة السواحلية اللي بتنتشر في شرق أفريقيا، في كمان لغة الهوسة ولغة المندي اللي موجودة في غرب أفريقيا، وهتلاقي اللغة الإنجليزية منتشرة في جنوب أفريقيا وبعض الدول الإفريقية بسبب الاحتلال والاستعمار الإنجليزي، وهتلاقي الاستعمار الفرنسي كان موجود في رواندا والكاميرون في غرب أفريقيا، فعشان كده انتشرت في الدول دي اللغة الفرنسية. أمال مين بيتكلم بلغة الأصول؟ كل راجل جدع. فهمان. يا ابني انا جمايل اكتر من زمايل. فاكر التنميه المستدامه يا زيزو؟ ده انا ملحقتش انساه. الهدف الرابع من اهداف التنميه المستدامه بينص على ضروره التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياه للجميع. عشان كده دول افريقيا بتكثف جهودها دايما عشان تحقق الهدف ده وتحقق التنميه المستدامه، ومن اكتر الدول دي مصر وتونس وجنوب افريقيا اللي قدروا فعلا يحققوا تقدم حقيقي في المجال ده ووصلوا بالتعليم الابتدائي لمستوى يستوعب جميع الطلاب. غير كده لو بصيت على الجدول هتلاقي ان دول شمال افريقيا هي الاعلى في عدد طلابها، تقريبا الضعف من الدول التي تقع جنوب الصحراء الكبرى. يعني لو كنت في غينيا الاستوائيه كان في احتمال اني ما اتعلمش تعليم كويس؟ بالظبط. استغل بقى النعمه اللي ربنا اداها لك وركز في التعليم اللي احنا بنعلمه لك، وتعامل مع التعليم انه حاجه اساسيه ومهمه ونعمه كبيره من ربنا. مش هننكر يا زيزو ان افريقيا كقاره مش متقدمه صحيا زي اوروبا وزي امريكا الشماليه مثلا. عدد الاطباء والممرضين اللي في افريقيا اقل بكتير من المعدل العالمي، لا وكمان بينخفض عددهم اكتر في الدول التي تقع جنوب الصحراء الكبرى، وفي امراض كتير جدا منتشره في قاره افريقيا بسبب انخفاض الخدمات الصحيه اللي موجوده في القاره، زي مرض النوم مثلا اللي بيتنقل بسبب ذبابه تسيتسي. هو في مرض اسمه مرض النوم؟ ايوه، ذبابه تسيتسي دي لما بتلسع الانسان بتنقل له كده ميكروب طفيلي بتخليه يحس بتعب وارهاق شديد جدا، وبعدين يخش في نوم عميق ممكن يقعد ايام واسابيع، ولو ما اتعالجش ممكن يكون ضار لدرجه ان هو يسبب الوفاه. وانا عارف ان هي خير لها لو دخلت عليك ولقيتك نايم انك مش ملسوع.
على فكره لو حاولت تصحيني ولقيتني بضربك ابقى نايم عادي، لكن لو حاولت تصحيني ولقيتني برميك من البلكونه ابقى ملسوع، وفي الحالتين ما تحاولش تصحيني يا زيزو. في امراض تانية كتير منتشره زي الملاريا والسكر والايدز والسرطان، وامراض سوء التغذيه والقلب والاوعيه الدمويه. هي ايه القاره اللي متعلق لها محاليل دي؟ احنا لازم نمشي بكمامه بعد كده. واخر حاجه هنتكلم فيها النهارده هي الخصائص الثقافيه لسكان قاره افريقيا. زيزو، الثقافه هي علامه مميزه جدا للشعوب، وخاصه قاره افريقيا من اكتر الحاجات اللي بتميزها هي الثقافه بتاعتها، لانها بتبقى حاجه ممتده ولها جذور من الاف السنين، حاجه لها عمق تاريخي واضح ومؤثر، زي الفنون مثلا والحرف التراثيه والملابس والاكلات الشعبيه. من الفنون مثلا الموسيقى، كانت في الاول تبع الطقوس الدينيه، كانوا بيرقصوا على نغمات الموسيقى عشان يقربوا من المعبودات الافريقيه الاسطوريه، زي الهنود الحمر في الافلام كده. بس الموسيقى الافريقيه اشهر منهم كمان، لكن عشان انت لسه صغير ما احتكتش بيها. بس قبل اي افتتاح لبطوله الامم الافريقيه او اي بطوله كبيره بتتعمل في القاره، هتلاقيهم بيعتزوا بالموسيقى بتاعتهم وبالرقصات بتاعتهم، زي ما البطولات اللي بتتعمل في مصر احنا كمان بنعتز بالموسيقى بتاعتنا والتراث بتاعنا. في كمان الحرف التراثيه زي الفخار والخزف والجلود والمنسوجات والاواني والحلي والاخشاب، كلهم حاجات لو ركزت شويه هتلاقيهم من الطبيعه اللي احنا عايشين فيها، وحواليهم مش هتلاقي لا فزلكه ولا صناعه، حاجات اصليه جدا. واحد صاحب بابا كان راجع من افريقيا، كان جايب دروع من الجلد وخناجر وتماسيح متحنطه، وكان لابس سلسله كان بيقول اللي هي كلها من اسنان التماسيح. بصرف النظر ان صاحب باباك اكيد بيشتغلك وتلاقيهم سنان كلب بلدي او مصنوعه من البلاستيك عادي، بس دي حاجه شبههم جدا، عشان كده انت صدقتها، عشان هي متاخده قوي من الثقافه بتاعتهم في افريقيا. ده غير كمان الادب، افريقيا فيها تراث ادبي كبير وصلها للعالميه، وفي ادباء افارقه كسبوا جائزه نوبل، زي مثلا الروائي النيجيري وولي سويانكا، ويعتبر هو اول اديب روائي افريقي يفوز بجائزه نوبل في الادب سنه 1986، وكان مشهور جدا ان هو كان بيحافظ على الهويه والثقافه الافريقيه من التاثير الاستعماري. ده غير طبعا اديبنا المصري الكبير اللي كسب جائزه نوبل، اسمه ايه؟ طبعا احمد زويل. يا ابني بقول لك الاديب. طب الرئيس السادات طيب؟ هو ده فاز بيها بس خدها في السلام. ده كنت فاكر اخدها في العاشره. انت عيل غلس. نجيب محفوظ يا زيزو، وهو اول اديب مصري يفوز بجائزه نوبل في الادب سنه 1988، واعماله كانت بتركز على القضايا المصريه الاجتماعيه في القرن العشرين، واتعمل منها افلام كتير جدا. شفت منها حاجه؟ لو على الافلام القديمه فانا شفت صباح وكذب ولخبة راس. ما شفتش الثلاثيه؟ عمر وسلمى هو اللي كتب الثلاث افلام. ايوه، هو خد الجائزه عن ثلاثيه عمر وسلمى، وترشح لاولاد رزق بس ما توفقش، ما كسبش. يا خساره. الثقافة يا زيزو لو استخدمتها صح ممكن تحقق بيها ريادة كبيرة جدا في العالم، خصوصا ان انت ثقافتك مميزة وغنية جدا، عشان كده مصر والدول الافريقية بيهتموا جدا ان هم يحافظوا على تراثهم. بيعملوا ايه يعني؟ فاكر اجندة 2063 افريقيا التي نريدها؟ ايوه فاكرها. اهي دي مثلا كان فيها بند خاص عن بناء هوية ثقافية افريقية، وكمان في القمة الافريقية سنة 2021 كان شعارها الفنون والثقافة والتراث ادوات لبناء افريقيا التي نريدها، وده بيبين لك دور القوة الناعمة في حياة الشعوب. ايه دخل الستات في الموضوع ده دلوقتي؟ القوة الناعمة دي اللي هي الفن والثقافة يا زيزو، مش الستات. مصر والدول الافريقية كمان بيعملوا فعاليات في الثقافة والفن الافريقي، زي مثلا المهرجان العربي الافريقي للفنون الشعبية، ومهرجان الطبول والفنون الثقافية. ايوه ده اللي بيتعمل كل سنه في شارع المعز. بالظبط. نفسي اروح قوي. يا عم وعد، لو نجحت الترم الجاي بمجهودك من غير AI هبقى اخدك ونروح المهرجان الجاي. احنا كده خلصنا الدرس الثاني والوحده الاولى، عايزك تراجعها بقى لوحدك، ولو في حاجه كده بسيطه ما عرفتهاش وانا مشغول او كلمتني وما ردتش ممكن ساعتها تستخدم AI، لكن لو زودت واعتمدت على AI في كل حاجه يبقى ساعتها بقى خليه هو اللي يكمل لك شرح المنهج، وهو اللي يخرجك وهو اللي يفسحك، وما تتصلش بيا هنا تاني. خالو ده انا همسحه خالص، ما اقدرش استخدم عندك يا عسل. خالو انا بعرف افهم الدراسات بس مش بعرف احل عليه. خلي مامتك تسجل لك على منصه ابواب، هتلاقي عليها مشرفين ومدرسين مساعدين وشروحات وفيديوهات وحاجات زي اللي بعملها لطلاب ثانويه عامه بالظبط، هتخليك قد اي امتحان. هو اشمعنى يعني هي ماما اللي تسجل لي انا؟ يعني انا صغير عشان ما اعرفش اسجل لنفسي؟ زيزو، مش لما تبقى تعملي سبسكرايب الاول على قناه اليوتيوب تبقى تسجل لنفسك على المنصه؟ هو انت قلت البرنامج اسمه ايه؟ ابواب. A مش A واحده. ابواب ولا شبابيك؟ هاي. لا دي لذاذه. لا ما تسجلش ومش هكمل معاك دراسات. امشي.